بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير البنات، صحتكم لاباس. نرحب بكم متابعي اللي داخلوا قناتي ونقول لهم ألف مرحبا بكم، نورتوني. وقبل ما نبداو فيديو حبيباتي ما تنساوش تخلوا لي جيم واشتراك وكومنتير هكذاك باش نستمر معكم ونجيبكم غير جديد إن شاء الله. في فيديو اليوم جبت لكم وصفة الآيس كريم بزاف بنين ومنعش ويبرد على القلب. بما أنه راني في موسم الصيف حبيتكم كامل تجربوه وتفرحوا به ولادكم، وحاجة نقية في الدار، والمصداقية عند أسرار الوصفات الناجحة. ياك تعرفون يجيبكم غير الحاجة الناجحة. نخليكم تتابعوا الطريقة بالتفصيل، فرجة ممتعة للجميع. هنا نضع 2 كيسان حليب يكون بارد جدا، نضيف له كاس بودرة شونتي و3 ملاعق كبار حليب بودرة. نخلط جيدا بالباتور بهذه الطريقة. لازم تتابعوا كامل النصائح باش ينجح لكم الايس كريم. هنا قسمت الخليط الى قسمين، ضفت علبة فلو ذوق الفراولة وعطر الفراولة نص ملعقة صغيرة. نخلط جيدا بالباتور ونحطه في بورتمونجي، نفرغ كامل هذاك الخليط تاع الايس كريم ونغلق عليه مليح. من جهة اخرى خلينا الايس كريم في الثلاجة، وهنايا الخليط اللي قسمته ضفت له علبة فلو بذوق الشوكولا وملعقة كبيرة كاكاو بني. نخلط جيدا بالباتور، وهذا القوام اللي نتحصلوا عليه تاع الايس كريم. هنايا جبت بورتمونجي صغيرة حطيت فيها الايس كريم بذوق الشوكولا ونحطوه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. هنا بعد ما فاتت عليه ليلة كاملة حطيته في كورني تاع الايس كريم، هذا بذوق الفريز وهذا بذوق الشوكولا. ننصحكم تجربوه البنات، صراحة روعة ويجي بزاف منعش ويبرد على القلب. ننصحكم تجربوه وتفرحوا به ولادكم. انا صراحة ولادي يعجبهم بزاف. كملوه كامل هذاك الايس كريم اللي خدمته، وحاجة نقية في الدار، والمصداقية عند أسرار الوصفات الناجحة. يا كان نجيبكم غير الوصفة الناجحة اللي ما تصدق ليش ورا حاجة ما نحطهاش في القناة. هنا حطيت بذوق الشوكولا بذوق الفريز كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. وصلنا لنهاية الفيديو حبيباتي. إلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالجيم والاشتراك وكومنتير وبارطاجوا مع أحبابكم وأصدقائكم باش يوصلني الفيديو لأعلى مشاهدة وما يروحش تعبي باطل. راهم ساعات المشاهدة ينقصوا في قناتي بزاف، حبيتكم تبارطاجوا باش نكمل الساعات ونتهنى في أقرب وقت. رافت كامل بالمتابعين اللي دخلوا قناتي، ألف مرحبا بكم، نورتوني والله. انتم عائلتي ثانية ونبغيكم بزاف، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات أخرى.